بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالك يعود من جديد بإرادة اللعيبة اللي من حديد. الزمالك عاد بأربع أهداف رغم الشوط الأول والظلم التحكيمي البين واللي لسه هنشوف ياما منه كتير. شوط أول هدف اتلغى بداعي التسلل وهو مش تسلل لحمزة المسلوسي. الزمالك قدر يجيب هدف في الدقيقة 43 لزيزو. شوط تاني سيطرة من الزمالك وقدر يحرز 3 أهداف لإمام عاشور ويضيع ضربة جزاء والفتوح وهدف لأسامة يوسف أسامة نبيل ولا أروع من كده. خد الكورة من نص الملعب وراوغ 4 لعيبة وحط الكورة بقنبلة باقتدار. كل اللي احنا هنتكلم عليه النهارده التحكيم المصري. هل هيظل التحكيم المصري بالمستوى الفاسد ده؟ فار في ماتش الاهلي بيتعطل النهارده مثلا، كرة للشناوي كارت احمر في ربي، المفروض كارت احمر بعد ما والحكم برضو استدعوه الفار عشان يطردوا ما طردوش. الفار بيتعطل في ماتشات الاهلي بس. يا جماعه اذا استمرت الامور على هذا المنوال اعطوا الاهلي الدوري، خلونا نتفرج على ماتشات كاس العالم واحنا بعد كده ما نتفرجش على كوره مصريه، لان لما بنتفرج على كوره مصريه اعصابنا بتتعب. عايزين الاهلي، انا عايز الاهلي ياخد الدوري، ياخده بحق، ياخده يكون في ضمير. انما ماتش الجيش فار بيتعطل، ضربة جزاء مش ضربة جزاء للاهلي، الجون التاني للجيش يتلغي والحكم بيطلع يبص ما بياخدش ثانية، بيجيله تليفون الغي الغي احسب يحسب. ماتش النهارده برضو في ماتش المحلة نفس الوضع، مفيش، مش كل ماتش هيبقى بنفس المستوى. الانديه تنزل تلعب قدام الاهلي عارفه ان في الاخر هتخسر، هتقطع الاهلي في الملعب، هتخسر. الحكم هيحسب اي حاجه، هينرفزهم جوه الملعب، هيدي انذار من اول دقيقه او يوتر اللعيبه ويخوف اللعيبه، هيديك الانذار التاني لو عملت اي حاجه. مش بالمنظر ده، مش بالمنظر، عشان احنا زهقنا وتعبنا. احنا بنكسب الماتشات بتاعتنا كلها، يعني بص، بناخدها من غصب عن الحكم والفار. النهارده شفنا كوره انا مش شايف فيها تسلل، يمكن تسلل. يا جماعه ده احنا شفنا في ماتش اليابان واسبانيا الكوره كلها ما طلعتش فاضل سنتي بس من الكوره الجون التاني بتاع اليابان، والفار جابها من كل الاعداد. هو الفار اللي عندهم مختلف عن اللي عندنا، في امكانيات زياده برضه عشان نفهم، وما بيتعطلش يعني زي اللي عندنا كده خالص. ده جميع الدول الاوروبيه ده لو حطوا الفار في افريقيا مش هيتعطل زي ما بيحصل عندنا. انا ما شفتش كده. خلوا عندكم حياديه، خلي الناس تتفرج، سواء اهلاوي او زملكاوي او اسماعيلاوي او بيشجع المصري او الاتحاد او اي فريق، يبقى انت عندك حماس ان انت تتفرج على ماتش كرة قدم. انما بالطريقة اللي احنا بنتفرج عليها دي مش طريقة كرة قدم خالص، ده مش كرة قدم. ده انت تتفرج على الدوري الصومالي احسن، على الاقل في حق، في مصداقية. يا عم شيل الفار، شيل الفار عشان اما تحسب هدف اوفسايد زي بتاع حسن شحاته اللي هو فضيحه اللي ما حصلتش في التاريخ سنه 83 وادوا الدوري للاهلي، تبقى خلاص ما فيش فار بقى. انما فار موجود وبيتعطل وبيتحسب ضربه جزاء مش ضربه جزاء، وهتظل المنظومه كما هي. مهما نتكلم صعب ان الزمالك ياخد الدوري 3 سنين مهما تعمل بقى. كفايه المصابات اللي عندنا، ده احنا عندنا 13 لعيب كانوا مصابين، اللعيب بيجي من بره لسه شارينه بيتصاب. يعني مش كفايه كده، لا انت بتنزل الماتش سبحان الله مش عارف الحكام فيه ايه. الحكم استنى الفار انا مش شايف الكره بتاعت حمزه المسلوسي دي اوفسايد، يمكن هو شايف، انا شايف ان لعيب طلائع الجيش مغطي وفارق كمان مليان ما التاني عن حمزه المسلوسي. ماتشات الاهلي ضربه الجزاء ما الراجل عايز يحسب تليفون، حتى رئيس لجنه الحكام الانجليزي شارب واخد شاي بالياسمين. انا مش عارف هتظل المنظومه بالسوء ده، المنظومه الفاسده هتتنتها كده. هو ده حازم الهواري لسه طالع، ما لحقش يعني يعمل مكالمات، لسه طالع واخد 5 سنين في السجن في قضايا الفساد والرشوه والمحسوبيه والسرقه بالملايين، لسه طالع ما لحقش يتصل هو كان بيتصل وهو جوه السجن بالمنظر ده. السنه اللي فاتت خدنا الدوري غصب عن كل المنظومه، السنه اللي قبلها خدنا الدوري غصب عن كل المنظومه. ربنا سبحانه وتعالى رايد. الراجل اتوقف 8 ماتشات عشان قال لرئيس لجنه الحكام انت اهلاوي. ده لو قال له انت ابن حرام مش هيوقفه. طب لو قال له اسوأ الالفاظ مش قال له انت اهلاوي،
يظهر ان كلمه اهلاوي دي مشكله، عامله مشكله. اتوقف 8 ماتشات، ولاعيب تاني موقوف 4 ماتشات عشان رايح يمثل مصر في كاس العالم للانديه شالوا الوقف. هو في كده؟ في كده؟ العالم دي مجانين، العالم دي مجانين. الناس اللي بتشجع دي الفريق المنافس ده ما عندوش فكر. جماعه مش كده، مش كده، مش ان انا اكسب، انا كسبت وخلاص، مش ان انا اكسب، مش كده، مش كده. خلوا المنظومه تبقى نظيفه ولو مره واحده. نتفرج على كرة قدم، انا اروح الاسماعيليه لاعب الاسماعيلي، انت تروح الاسماعيليه تلعب الاسماعيلي. جماعه النادي المصري بقاله 6 سنين ما بيلعبش في ارضه، 6 سنين، بقاله 10 سنين ما بيلعبش في بورسعيد ولا بيلعب جنب بورسعيد. واخد الانديه اللي بتنافسه رايح جاي، يلا تعالى نروح استاد برج العرب، والفريق التاني تعالى نروح برج العرب، سيراميكا كليوباترا ولا الفريق هيبقى فيه منافسه. وكل الفرق كده، كل المنظومه بتلعب لصالح نادي واحد وهو الاهلي، كل المنظومه. وسبحان الله بيخسر، سنتين يخسر الدوري. المفروض الاهلي ده ما ينزلش يلعب كوره، ده ياخد الدوري من غير ما اعلام معاه، حكام معاه، فار معاه، كل الانديه معاه. تيجي تلعب ام بي، تلاقي ام بي ما بيلعبش قدام الاهلي، تلاعب مش عارفه مين تلاقي ما بيلعبش قدام الاهلي. طب هو ما ياخدش الدوري ازاي؟ زي كره اليد بالظبط كده، النور يقطع في اخر 5 دقائق. يعني ماتش وحيد اللي كسبه الاهلي للزمالك في كره اليد، النور قطع بقدره قادر، وبدل ما الماتش يتلعب كاس السوبر في مصر، الفرقتين من مصر رايحين النايل، والنور يقطع والحكام تتغير. يا جماعه مش كده. احنا نفسنا لو انتوا خدتوا البطوله بالحق احنا هنشك تغيير حكام. نهائي القرن نفس الوضع. حرام، حرام. مشوا امشوا نضاف ولو مره واحده. خلوا الدوري يبقى حلو زي الدوري المغربي كده. شوف الدوري المغربي، الاستاد مليان، كل ده بياخد حلو، ده بيلعب اي فريق طالع وبيتغلب، مفيش اي مشكله. في المركز الرابع في الخامس مفيش مشكله عندهم. ربنا كرمهم ازاي، ربنا كرمهم. المدرب الوطني اللي طلع قاد المغرب وصلها دور الثمانيه، محدش عملها خالص، محدش عملها. احنا بنتفرج على كاس العالم بنشوف كرة تانية خالص، مش كرة مستواها اعلى بكتير، مش هنتكلم عن المستوى، لكن بنشوف الحكام غير المستوى ده. ده حامل الرايه بيرفع الرايه بسنتي قبل ما الفار نفسه يديله اوفسايد ولا مش اوفسايد. يعني الراجل واقف مظبوط. رخر ما ولا حكم من عندنا هيروح هناك، مش هيروح، مش هيعتبها. ليه؟ بالفساد اللي هم فيه ده. منظومه فاسده ومتكامله في الفساد. تجيب بقى واحد من بره، واحد من بره، واحد من اي حته، واحد جاي ياخد مرتب وخلاص، والدنيا مش خلاص هاخد الفلوس واقعد وخلاص عادي. لكن بالمنظر ده اللي احنا شايفينه ده مش. عامة احنا بنبارك لنادي الزمالك النهارده، نرجع للماتش، بنبارك لنادي الزمالك. الزمالك قدم مباراة كبيرة، مش الشوط الأول والزمالك مسيطر تماما بنسبة يجي 70% على المباراة، ورغم ان مفيش مهاجم صريح الا ان الزمالك ضيع جون واثنين وثلاثة، وجاب جون واتلغى، وله ضربة جزاء ومش مهم، غير ضربة الجزاء اللي ضاعت، اللي كمان لو ما حسبهاش كان ممكن ما يحسبهاش ضربة جزاء عادي، يقول لك لا مش هحسبها ضربة جزاء. هي جاب بعدها جون بس اتحسبت ضربة جزاء وضاعت. فانا بشكر اللعيبه النهارده، اتمنى انه يمشي على نفس الريتم في الماتشات الجايه، لان ماتشاتنا صعبه اللي جايه، مبادئين الموسم كله بماتشات صعبه. هنقابل بيراميدز وماتش صعب جدا جدا، وبيراميدز كسب النهارده وفي المنافسه. اتمنى ال4 نقط اللي ضاعوا دول ان شاء الله نقدر نعوضهم، لسه بدري على الدوري. مش هنقول للعيبه مثلا الماتشين اللي عدوا دول كان الزمالك يستحق، ماتش انبي بنسبه 100%، ماتش المصري الزمالك ما كانش يستحق التعادل، نتيجه عادله رغم ان احنا تقدمنا مرتين، كنا ممكن ننهي الماتش لكن كان مستوانا وحش جدا. اتمنى لهم التوفيق، واتمنى من لجنه الحكام 20 مره انهم يراعوا ربنا، والفار ما يتعطلش، والفار يدي كل واحد حقه، كل واحد ياخد حقه. في فرق هتهبط عشان يخلوا الدوري له يعني منظر وله حلاوه، تحس ان الدوري بتاعنا دوري بينافس. يعني يا جماعه الدوري بتاعنا المفروض ده انت بتقدر تجيب لعيبه من المغرب والحاجات دي، المغرب ما يقدرش يشتري لعيب من مصر، ومع ذلك الدوري بتاعهم اقوى، والدوري بتاعهم الجمهور بتاعهم حليه وفي عداله. والدوري الجزائري والدوري التونسي، الدوري المصري صراحه. في النهايه متنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه، وربنا يوفق في الماتشات الجايه ان شاء الله، ونكسب ماتش بيراميدز، ويوفق المغرب
في الدور قبل النهائي وتعدي البرتغال وتبقى حققت إنجاز لم يسبق في التاريخ لفريق أفريقي وفريق عربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.